السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، واحنا في شعبان، والمفروض ان احنا بقى هنشعبن يعني نعمل فسيخ. لكن والله انا بعمل فسيخ دوت كل ما يخلص اعمل، مش مرتبطة بوقت معين. لكن احنا بنسمع الناس يقولوا ايه ده، احنا في شعبان هنشعبنه يا جدعان. يعني هياكلوا فسيخ وسردين ورنجة بقى، ويودعوا الفطار عشان يستقبلوا الشهر الكريم. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم كلكم يا رب الأيام بخير، شهر رمضان المبارك. طبعا الفسيخ لازم بتكوني جايباه من عند سماك كويس، حد بيبيع سمك انتي تكوني عارفاه، وتكوني جايبه من عنده مره واتنين. ليه؟ علشان شكل السمكه البوري اللي بتتعمل فسيخ غير شكل السمكه البوري اللي بتتعمل سنجاري. ده الكلام ده حقيقي، والله العظيم ده الكلام ده حقيقي، والسماك هو اللي قايل لي كده. حلو. وبيكون حجمه كبير، وتكون حجم السمك زي ما انت شايفه، زي ما في ايديا كده. تمام. تمام. بعد كده بجيب الفسيخ بتاعي، اغسله غسله بس تحت الحنفيه كده اهوت. وبعد كده يا جماعه احطه في ازازه، احطه في شفشق، احطه في حله. اهم حاجه اخلي راسه لتحت علشان ينزل كل الدم الفاسد اللي فيه، وبيته على النظام ده ليله كامله. هتلاقي تاني يوم زي ما انا عاملاه كده، كنت حاشيه الخياشيم مناديل مطبخ علشان تمتصلي كل الدم اللي موجود. مش عايزة الدم ده خالص، لأن الدم ده أول تكة من تكات فساد الفسيخ. تمام. كلهم هتلاقوني كنت مسقطاهم كده ومخلية راسهم لتحت، وحاطة في الخياشيم مناديل مطبخ كده. اول تكايتين انك تجيب البوري ده من عند حد يكون محترم واخلاق علشان يديهولك كويس وما يغشكيش. وتاني حاجة انك تبيتيه ليلة نايم كده واقف على على راسه، يعني راسه لتحت وجسمه لفوق، علشان ينزلك كل الدم الفاسد، وتنشفي الدم اللي موجود في جسمه وموجود في الخياشيم دي كويس قوي 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 ما بعد القوي. لو عايزة تفتحي بقى مشروع زي ما أنا هفتحه كده وهكسب منه دهب يا جماعة، دهب دهب. تمام. تمام. بدأت خلاص اهوت امسك الفسيخ بتاعي، اقرب لك الكاميرا. بس عايزه اقول لك لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسينيش بالتعليق الجميل، الدعوه الحلوه اللي من قلبك، وتشيري الفيديو لاصحابك وصحباتك، وتفعلي الجرس. ولو مش مشتركه عندي بقى، فعلي الجرس، اشتركي في القناه وفعلي الجرس واختاري اشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو بنزلك، وتبقي اخت حلوه ليا، اخت جميله ليا من اخواتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا ابا القاسم. خلاص بدأت بقى امسحه كده اهوت من بره بمناديل المطبخ اهو. وهم دول كانوا 3 كيلو، وكانوا بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله كانوا 6 سمكات. طبعا انا بعمل بقى واوزع على حبايبي عشان الحاجة تبقى فيها بركة وتبقى فيها خير. حلو. حلو. طبعا لما سبته ليلة جسمه نفخ ونشف، ومش زي ما كنت جايباه. السمكة تحسي عليها، تحسسي عليها، تمسكيها في ايدك تحسي ان هي تقلت، جسمها بقى ناشف. جبت بقى معايا خلطة. جبت الخلطة دي عبارة عن 3 حاجات بس. ملح خشن بجيبه من عند العطار، تروحي يقولوا له انا عايزه ب5 جنيه ملح خشن، هيديكي ب5 جنيه حبه كتير كده 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 كده. وعندي كركم وده اساسي، وعندي شطه ودي اختياري. تمام. ولو مش لاقية الملح الخشن ده، زي ما في بلاد عربية ما فيهاش الملح الخشن، يبقى هتستخدمي الملح الطعام بس. استنضفي نوع كويس من ملح الطعام. تمام. تمام. بدأت بقى أخلط كل الحبة دول مع بعض. عايزة أقول لكم إن أنا كنت أيام الرخص جايبة تقريبا، مش عارفة، تمن ملح خشن أو ربع. والله لسه باقي عندي لغاية دلوقتي. الملح الخشن يا بنات خشن وتخين وعامل زي الخرز وحصو،
فده حلو قوي في تمليح الفسيخ، هيديكي درجة التمليح الملح المحترمة، درجة الملح المظبوطة. بدأت بقى من الخلطة دي افتح الخياشيم بتاعتي اللي انا منشفاها كويس واحشيها من الخلطة دي. وبقه بقى ما تنسيش بقه، اديله ببقه، اديله ببقه كتير. وجسمه ارش عليه كده اهوت. الكركم هيخلي لونه حلو قوي. لحمه من جوه احمر في ابيض، هو ده لحم الفسيخ، ويعتبر مادة حافظة. الكركم يعتبر مادة حافظة. بصي بقى، تمسكي السمكية وتملعيها كده في ايدك، تملعيها يعني تحسي كده ان هي بتطقطق، تمسكيها كده تحسي ان هي بتطقطق، تتكي عليها جامد وتوديها وتجيبيها في ايدك زي ما انا عملت، وتحشي الخياشيم وتحشي بقه بالخلطة دي. صلوا على أبي القاسم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصي بمزحها كده من عظمها يعني، بحاول اريح اللحم، لان السمكه لما تسيبيها بره ليله بتنشف كده وجسمها من بره بيبقى خشن. جربي الفسيخ البوري على طريقتي واعمليه فسيخ، هيكون نضيف ومعمول في بيتك بنظافه، خلاص بعد ما عملت كل كمية وهتوفري الفسيخ لانه زي ما انتوا ثمنه شايفين كده ثمنه بره هبدأ غالي قوي قوي. انا بقى هبدأ اعمل ايه، اجيب كيس بعد ما واحط عملت فيه الحكايه الفسيخ. ديت جيبي طيب بقى هحط الأكياس الفسيخ بتاعتك، ازاي، هحط أكياس الفسيخ الزيرو، أكياس الراس من هنا اللبن الرجل من الكبيرة، الناحية التانية أو واحط الأكياس اللي هي الخلطة الكيسة دي دي. اللي قدامك. وبدأت أحط إيه بقى، حلو. 2 خلف 2، يعني راس دي هنا تبقى اللي جنبها رجلها هنا، وتيجي راسها جنبها، رجل وراس يا بنات، رجل وراس. حلو. تالت بقى حاجة، إنك تطلعي الهواء، تمسكي الكيس وتتكي عليه وتفرغي منه الهواء، وتكون معاكي اكياس كتير 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 كتير، وتبدأي تحطي الكيس في قلب كيس وتفرغي منه الهواء. اهم حاجة تفرغي منه الهواء علشان ما يبص منك. حلو. حلو. كيس كمان حطي، انا حطيت يوميها بتاع 7 8 اكياس في بعض. ليه بقى؟ عشان اكتمه وما ادخلش الهواء ليه خالص، وعشان هيصر ميه منه، هينزل ميه، ولما يبدأ بقى يستوي وما يبهدليش الدنيا. وجبت بقى السولوتيب اللي هو العريض ده، وبدأت اعمله كده يتلف بقى وبالسولوتيب وايه، واربطيه ربطة حلوة كالت فيه بالسولوتيب عشان برضو تتأكدي ان الهوا ايه، وان هو متفرغ من الهوا تمام. عايزة اقول لكم بصوا، بعد في الشتاء بعد 10 ايام، في الشتاء بعد 20 يوم، في الصيف بعد 7 ايام 10 ايام بالكتير. يبقى في الصيف نحطه في لفته كده اهوت، وكنت حاطاه في كيس جوه كيس، وكنت حاطاه في صينيه علشان لو نزل لي حاجه ما يبهدليش المكان، وتحطيه في مكان دافي كده اهوت. في الصيف ياخد من اسبوع ل10 ايام بالظبط، وفي الشتاء بياخد من 15 يوم ل20 يوم. والله العظيم وتطلعيه حاجه كده وهم، انت هتشوفيها وهتحكمي بنفسك. جربي الفسيخ بالطريقة دي، بس مشي بكل التكات والحركات مظبوطة، هيطلع معاكي فسيخ اللهم بارك زي العسل. خلاص، شوفيني بقى بعد 20 يوم بالظبط انا طلعته اهو. ببدأ افكه معاكي، بصي منزل مية، ولولا ان هو كان في كيس جوه كيس جوه كيس، وفي الصينية ديت كان زمانه بهدل لي الدنيا. حلو. تمام. بصي ادي معايا اكياس، لازم تحطيه في اكياس وتقفلي كويس، وتكون اكياس محكمة الغلق، وتطلعي منها الهواء قوي 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 قوي. بصوا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله.
اللهم بارك. ريحته يا جماعة جميلة، نضافة، انتي عاملاها في البيت، بتأكلي عيالك حاجة نضيفة وحاجة موفرة بقى ومدبرة حقيقي حقيقي. بصوا الجمال، بصوا جسمه عامل ازاي، بصوا الخلطة اللي احنا حاطينها عاملة ازاي، بصوا 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 تتكي عليها. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر. بصوا اللون عامل ازاي من الكركم، وهتشوفي اللحم قدام عينيكي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجة كده، صلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أبا القاسم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. طبعا دول بقى هوزع منهم على حبايبي، فهخليهم في الكيس زي ما هما، وهنطلع مع بعض اللي احنا هناكله دلوقتي. بصوا بصوا، دهب دهب، حاجة كده. بصوا بصوا البتاعة عاملة ازاي، البراية الفسيخية عاملة ازاي في ايدي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أبا القاسم. بصوا بقى، انا جبت المبشرة بتاعتي، او مبشرة السمك اللي هي بتبقى مقفولة من ورا دي. حاجة كده برضو خيال، واتكلمت عنها في كتير من فيديوهاتي. يعني دي بتلاقيها عند مستلزمات الأدوات المنزلية، وبتبقى حلوة قوي، ومبهدلش الدنيا، ولا تطلع لك بقى القشر بتاعه بره هنا، ولا تمرمط لك الدنيا كده، ولا أي حاجة من دي. اهو زي ما انتوا شايفين كده، اهو بدأت بقى اقشره وانضفه. انا هفتحها معاكم وهفتحها قدامكم. وطبعا اللون مبدئيا واضح، السمكة دي ايه وضعها، ويعني على وضعه، زي ما بيقولوا على وضعه. الكلام عدى الجمال، والجمال عدى الكلام. انضفها بس من القشر دهوت، عشان لسه في تنظيفة تانية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصوا بقى، بالمقص بالسكينة زي ما انت عايزة. انا بدأت اتخلص الاول من الراس بتاعتها، مش محتاجاها في حاجة، مفيش حد عندي بياكلها، فانا مش محتاجاها خالص. اهو افصلها بقى بعيد كده اهوت، وابدأ بقى اوريكم الجمال. طبق تاني بقى، عشان ايه؟ عشان نشوف الدنيا بتقول ايه. بصوا بقى بالمقص بقى، وافتحي كده اهوت. يا لهوي على الجمال، ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله، الله أكبر. دايب يا جماعة، دايب. بتعمليه كده اهو، بيدوب، بيتفتح اهو. مش عايز يعني فكاكة، ولا عايز أي حاجة. خلاص يا شباب، الكلام عدى الجمال. طلعنا بطنه كده اهوت ونضفناها، وفتحتها قدامكم بايديا اهيت. حاجة زبدة، حاجة جميلة، لونه حلو. ده الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم.